السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. ان شاء الله تكونوا بألف خير ونشكركم الكل على تعليقكم وتشجيعاتكم. تشوف مناظرة أخرى تعمل المنظر من فوق. اليوم كما تشوفوا مشينا باش نشريو الغسالة هذه. عنا برشا من اللي زرنا هذا المول موجود في أخن في ألمانيا. بصراحة مول روعة. أنا صورت لكم هذا الفيديو قديم لأن زرنا فيها الوقت وخذينا فكرة على شبون ماشين اللي باش نشريوها للدار للكوجينة ماكينة الماعون، لأنه كما تعرفوا ماكينة الماعون في الدار عدمت لي عانيت شوية مثالش معاناة سمحة. الواحد يحس بنسالي ما عندهش ماكينة ماعون في الدار حاسيلو لهنا نمشيو في المول هذا موجود في أخن. بصراحة روعة. ونحط لكم الأدرس تحت صندوق الوصف، بالله يذكروني ديما ننسى نحط المعلومات في صندوق الوصف. لهنا شرينا من عنده احنا قبل التليفون متاعي ايفون 13 برو ماكس. جينا نشوفه في السوق مازال هو بيدو السوق غالي، زادا باش نشريو من عنده تليفون سامسونج 21 ولا سامسونج 22. احنا حاليا عملنا سامسونج 21، لكن تو ما وصل لي يمكن نغيروه، يعني نغيروا الاوراق الكل ونشريو سامسونج 22 كي يخرج في الاسواق. عامين بالسيف اليوم. اوكي في عامين تبارك الله. هذه هي الغسالة اللي عجبتنا. احنا جينا حبينا ناخذ حاجة سمحة وماركة سمحة. قلنا كما في الكوجينة عنا الاي جي، قلنا نشريو يعني زادة ماركة سمحة في الكوجينة باش تشد لنا وقت طويل، لكن لقينا ماركة باو كنات او كل واحد كيفاش ينطقها، باو كناشت كل واحد كيفاش ينطقها. انا ننطقها بالباو كنيكت. كانت لاحظوا عليا ديما نحكي الاغلبيه او ننطق الحروف باللونجلي، الله غالب حاجه فيا قعدت فيا من اللي قريد. حصلوا المول هذا بصراحه روعه. شفنا عندهم الغساله باو كنيكت عجبتنا برشا رغم انها ماهيش ماركه مجربينها في الدار ولا حاجه معروفه برشا، لكني ماركه سمحه بالتجربه. تو عندي غساله الماعون نستعمل فيها وقت طويل وعجبتني، حبيت نعطيكم رايي بعد ما استعملتها. بيان سور اول خطوات تعملها انه لازمك تحط الملح فيها وتحط يعني مثلا البولفر ولا اي حاجه تستعمل. انا نستعمل تابس كيما هكا، تشري تابس ماركه فيري زاده ماركه ليدل نشريها. صراحه مره نشري ماركه سمحه اذا نلقى فيها تخفيض يعني الماركات السمحه، ومره نشري ماركه عاديه كيما ماركه ليدل ولا ماركه سمحه كيما ماركه فينيش او كاينه نشريهم في التخفيض. بصراحه هذه اللي نوري فيها هذه أول غسلة بصراحة تفاجأت منها عجبتني. وعلى فكرة فيها برشا مودات الغسالة هذه، فيها 8 7 6 كل مود مكتوب في الورقة شي يعمل. أنا الأغلبية نستعمل باي أخت يعني باي 8 أنا يجيني ساعة و45 دقيقة سريع وزادة يغسل كل شيء. حاسيلو الماكينة بصراحة روعة وننصحكم بها. سومها الأصلي 550، لكن احنا خذيناها من اللي هما حاطينها غادي، ما خذيناهاش يعني كما نقولوا جديدة اللي حاطينها غادي اكسبوزي، خذيناها هيك علاش عملوا فيها تخفيض 50 يعني أورو. لهنا باش نتعدوا للعشاء، لهنا طيب العشاء بكري باش نعمل دجاج وروز. عملت لهنا دجاج كمية حد العائلة وعملت معاهم 150 جرام قشطة، أي قشطة نوعية. بعد غلفتهم بالعظام والفرينة. الفرينة خليت فيها فلفل حار وملح وفلفل أسود، والعظام كيف شوية فلفل أسود وشوية فلفل حار. غلفتهم بالطريقة هذه، حاجة سهلة. أو كأننا نستعمل القشطة هذه، القشطة حامضة نجم تستعمل أي قشطة عندك ولا أي قشطة تحب. أنا خليتهم تقريبا ساعة ونص في القشطة باش يوليو طريين. عملت معاهم لهنا روز، هذا مزوز أكواب روز معاهم 4 أكواب، ما خليتهم يطيبوا على نار متوسطة لين يولي الروز هكا بالطريقة هذه. صوص الروج هي صوص التونسية، حاجة سهلة. هذه هي الصوص التونسية. هالمرة باش نعملها بالدجاج، فقط شديد شوية دجاج في شوية زيت زيتونة، قليته من شيرتين باش نخليه يعني على جنب. وتوا نبدأ في الصوص. بالنسبة للصوص خذيت 4 حبات طماطم كبيرة، معهم 5 رؤوس ثوم، معهم 2 ملاعق كبيرة طماطم مركز، معاهم شوية زيت زيتونة، زدت شوية زيت زيتونة خضر زيت شوية، وعملت ملعقة كبيرة فلفل حلو أو حار حسب الرغبة،
وملعقة صغيرة ملح. هذه هي الصوص التونسية، حاجة سهلة. مش نطيب أنا تقريبا الصوص 20 دقيقة مع كاس ماء، وبعد نضيف لها الدجاج ونضيف لها زيادة مثل كان تحب تجم تضيف لها فلفل أخضر أو أحمر حار وحلو. أنا أضفت لها لهنا بعد 20 دقيقة فلفل يعني أخضر حلو، خاطر ولدي باش ياكل معنا هيك علاش ما عملتهاش حارة. هذه هي الصوص التونسية، حاجة سهلة وبنينة. تجم تاكلوها بالخبز مع العظام أو بالخبز مع الدجاج. تجم زادة أضيفها للروز كما تشوفوا لهنا. أنا استعملتها مع الروز بصراحة، وصفة روز اقتصادية وسهلة. توا بديت نقلي في الدجاج. أنا نقليه على نار متوسطة، يعني نخلي أنا مثلا النار على نمرو 5 في الغاز، ونخليه على نار متوسطة من كل جهة. نخليه 4 دقائق، مثل الجهة الأولى 4 دقائق، الجهة الثانية 4 دقائق لين يحمروا، وبعد نزيدهم مثل 4 دقائق أخرى من الجهات الكل باش يحمروا ويطيبوا من الداخل. بالطريقة هذه بصراحة يجي الدجاج بالطريقة هذه حاجة بنينة. كما تشوفوا الروز لهنا خليته على نار ضعيفة برشا، يعني ضعيفة برشا بالحق، خليته على نار 3 لين كملت تقلية الدجاج. زاد الولدي عملت له دجاج مش حار يعني بالفلفل الحلو. بالنسبة للروز بعد ما تخليه في الصوص لازمك تخليه، يعني بعد ما دخلته مع الصوص لازمك تخليه تقريبا 5-7 دقائق على نار باردة باش الروز يشرب الصوص. حصيلوا هذا هو العشاء، حاجة بسيطة واقتصادية وسريعة ما تتطلبش وقت. ليلي أنا والعائلة كيف زاد الولدي عملت له الروز خاطر مش حارك لا معنا، وعملت له دجاج سبيسيال ليلو مش حار. كما تشوفوا الدجاج بصراحة شكله مش نورمال، حاجة بنينة وسهلة تحضيرها، وزاد يتقرمج يجي يعني بالحق أحسن من المطاعم. زاد بالحق حاجة سمحة للصغار، الروز والدجاج ياكلوها، كل الصغار ياكلوا الروز والدجاج. لهنا باش نوريكم الروز.